بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي طلبة رابعة إدارة، اهلا وسهلا بكم في شرح مراجعة منشآت متخصصة. المادة بتاعتنا زي ما اكد الدكتور عندنا 5 موضوعات عملي. ال5 موضوعات دول يمثلوا 60% من درجة الامتحان، فيعتبر الامتحان كله عملي. ومن 4 موضوعات في الجزء النظري الدكتور قرر فقط موضوعين، موضوع البنوك وموضوع الاولاني بتاع الاسواق المالية. ودول موضوعات مش صعبة خالص، معلكش الفنادق، معلكش المنشآت الصحية، فكل الموضوعات يعني اللي فيها كلكعة أصبحت مش موجودة، فاعتبر إن المادة عملي. أول موضوع عملي عندنا اسمه المؤشرات. موضوع المؤشرات ببساطة لما حضرتك هيجيلك في الامتحان هيجيلك بالثلاث طرق. طريقة اسمها طريقة الوسط الحسابي، وطريقة اسمها طريقة الوسط الهندسي، وطريقة اسمها طريقة الأرقام القياسية. والدكتور نصا قال لك هيجي لك الثلاث طرق، فاحنا هنا ما عندناش أو لا، عندنا تمرين عملي هيجي عليه أسئلة عملي كتير جدا. الأرقام اللي انت هتطلعها في كراسة الإجابة هي اللي موجودة في اللي تشوز، ولما هيجي لك التمرين هيجي لك بالثلاث طرق. وده من الموضوعات اللي ما فيهاش أو لا، ده إن شاء الله جاي في العملي. يعني احنا عندنا من كل العمل في حاجات بنأكد عليها قوي منها ده. جميل كده. هنبدأ بأول طريقة احنا بنحلها ب4 طرق، اللي هي طريقة الوسط الحسابي. لما يجي يجيب لحضرتك كده تقول لك طبقا وطريقة الوسط الحسابي عاوزين قيمة المؤشر او المؤشرات حسب الوسط الحسابي. الاول تعالى نتعرف يعني ايه كلمة مؤشر. ده المؤشر ده حضرتك يعتبر متوسط للأسعار بتاعة الأسهم اللي موجودة، وكل سهم حضرتك بيكون عندك منه كمية او عدد معين، وبالتالي بدل ما بحسب الشركة دي سهمها طلع ولا نزل والشركة دي سهمها طلع ولا نزل، انا بحسب عدد من المؤشرات، والعدد ده حضرتك بحسبه كل مرة هو فبعرف السوق كله او بجمع اداء السوق كله في كلمة مؤشر دي. يعني مثلا مؤشر اسمه اي جي اكس 70، ده مؤشر مصري اي جي ويمثل اسهم 70 شركة، اكبر 70 شركة، وبالتالي بحسب ال70 شركة اسهمهم بكام، فسهم 100 سهم 200 سهم ب1000 زي ما يكون، بجمعهم يا سيدي طلعوا كلهم 3000. لما باجي احسب تاني بحسب نفس ال70 شركة واشوف اللي كان اسعارهم 7000 دول بقى اسعارهم كام. لو اسعارهم كلهم في المتوسط قلت وبقت 6000 يبقى حضرتك السوق قل او السوق انخفض او البورصة بتخسر او اي حاجة. لو هم حضرتك رقمهم زاد فبعرف ان من المؤشر نفسه ان لا السوق منتعش او السوق نشط او غيره. يبقى المؤشر اداء تجميعي للسوق، من خلاله بعرف السوق كله راح فين، زاد او قل، بدل ما بحسب شركة شركة. ده حضرتك قصة المؤشرات. فلما يقول لك طريقة الوسط الحسابي انا بحسبها ب4 خطوات. اي تمرين يجي لك بتحسب ب4 خطوات. حضرتك بنجيب المتوسط قبل التجزئة. مثال، عندي 4 أسهم، سهم أ وسهم ب وسهم ج وسهم د. ده ب100 ب200 ب300 ب400. كلمة قبل التجزئة بحسبهم يا فندم زي ما هو كده، 100 زائد 200 زائد 300 زائد، وهما كام سهم؟ مفيش اسهل من كده. بنحسب قبل التجزئة حضرتك وضع الاسهم كان ايه بالظبط. فدي الخطوة الاولى من 4 نمطي، هتخش حضرتك تحل ده بالظبط كده. لما يجيب لك الخطوة الثانية بنحسب المتوسط بعد التجزئة، نزل كل حاجة زي ما هي. هيقول لك كده تم تقسيم السهم أ بنسبة 1:4 أو إلى 4 أجزاء أو أي حاجة فيها رقم، مهما كان الرقم اقسم على الرقم اللي موجود. 1:4 تقسم على 4، 1:5 تقسم على 5. في جميع الامتحانات هو السهم أ اللي بيتم تجزئته، في جميع الامتحانات ما بيجيبش غير اللي بقول لك عليه ده، تم تجزئته بنسبة كذا أو تم تجزئته إلى 4 أجزاء، هي. وبالتالي هنقسم على 4. السهم بكام قيمته؟ لما تقسمه على 4 يبقى بكام؟ ب25. يبقى فقط احنا بنغير ده والباقي هو لان هو هيجيب لك سهم أ فقط اللي تم تجزئته. هنا حضرتك هيطلع رقم وهنا هيطلع رقم، بسط ومقام، بسط ومقام. ده كده اما نجمعه هيطلع بسط على مقام وبسط على مقام. حضرتك طبعا مش هيطلعوا زي بعض، فبنعمل حاجة اسمها المقام المعدل.
ايه المقام المعدل؟ بنجيب البسط بتاع بعد التجزئه، يعني حضرتك الاثار الاسهم بعد التجزئه على الاسهم قبل التجزئه. يعني من الاخر يا جماعه بجيب البسط بتاع الخطوه الثانيه، ما هو ده كده اتقسم على 4، يعني نجمع دول نحط رقم هنا، وكده كده جمعنا دول اهم وحطينا على 4، فنجيب بسط الخطوه الثانيه اهو على بسط الخطوه الاولى اهو في عدد الاسهم اللي هم كام؟ 4 في عدد الاسهم، ده المقام المعدل. الخطوه الرابعه والاخيره بنجيب قيمه المؤشر بعد التجزئه، بنجيب بسط الخطوه الثانيه اللي هو الاسهم بعد التجزئه اللي انت لسه حالا جايبه هنا اهو على قيمه المقام المعدل، هيطلع رقم. الرقم ده حضرتك بيساوي تماما الخطوه الاولى، ولكن لما حضرتك بتجيب المؤشر بقى بتضرب الرقم اللي هيطلع ده في حاجه اسمها الرقم التأشيري، بيكون معطى في جميع التمارين. بعض التمارين يكون 10، بعض التمارين يكون 100، بعض التمارين يكون 1000. حضرتك هتضرب في المعطى اللي موجود عندك، وبيكون موجود حضرتك 100%، يعني ما فيهوش او لا. فده حضرتك الاربع خطوات اللي بتوصلك لقيمه المؤشر بالطريقه البسيطه جدا دي، اسمها الوسط الحسابي. نحل طريقه نحل عليها على طول. كل اللي موجود عندك تمارين امتحانات، كلها امتحانات مش اكتر، ولكن هو تمرين واحد بالتفصيل بيكون كافي انك تفهم الفكره ماشيه ازاي. فاي تمارين زياده عندك حله بسيط جدا، وما عرفتش تحل كلمني، هو كلها بسيطه بصراحه. فهناخد تمرين تفصيليا عن كل موضوع عملي. ده شكل التمرين بالظبط. بيقول لحضرتك اذا فرضت، اولا تعالى نفهم حته بسيطه جدا نظري. هو انا ليه بقى يتم تجزئه السهم؟ لما يقول لك تم تجزئه السهم الف، زي بالظبط لو احنا داخلين جمعيه بكام يا عم الاسم؟ ب 1000 جنيه. طب انا مش عارف اخش لوحدي، ادخل 4 معايا كل واحد ب 250 جنيه، يبقى حتى السهم ينفع يتم تجزئته عادي جدا. فهنا بيقول لحضرتك اذا فرض ان هناك 5 اسهم في البورصه توفرت عنها البيانات التاليه، وادانا يا سيدي حبه بيانات. ركز بقى علشان كل واحده من دول ليها استخدام، لان انا عندي 3 طرق، فانت هنفهم كل حاجه بيتم استخدامها ازاي. اولا انا عندي كام سهم؟ 5 اسهم. اسعار الجاريه او سعر البدء، اكتب جنبها كده سعر البدء. في بعض الامتحانات يقول لك سعر البدء او السعر الجاري، يعني ده شغال معاك وده شغال معاك. وسعر الانتهاء، وده حضرتك بنستخدمه فقط، ركز، بنستخدمه في الطريقه الثانيه اللي اسمها الوسط الهندسي. اكتب ملاحظات دي مهمه جدا. في كلمة سعر الانتهاء استخدامها الوحيد في الوسط الهندسي، بدليل ان انا ما جبتش سيرة سعر الانتهاء وانا بتكلم خالص. حط دايرة على عدد الاسهم، بنستخدمها فقط في طريقة الارقام القياسية. من الاخر كل طريقة بنستخدم لها بيان من 3، وهم 3 طرق فعلا. كده واضح؟ انا عايزك تبقى في مانيوال داخل الامتحان على اساسه. انما الحل سهل جدا جدا بصراحه، كل العملي ما عندناش مشكله. يبقى لما تشوف كلمه سعر الانتهاء ما بنستخدموش ابدا الا في الوسط الهندسي. عدد الاسهم مش هنستخدمه ابدا الا في طريقه الارقام القياسيه اللي هي الطريقه الثالثه. دلوقتي حالا هنستخدم الوسط الحسابي، مش عايزين غير اللي قدامنا ده. تعالى نقرا مطلوب كويس جدا جدا، عشان في حاجات ثوابت عندي زي الرقم التاشيري لازم يكون معطى، يعني حاجات برضو ما فيهاش قلق بالنسبه لك. اقرا كده. قياس قيمة المؤشر على أساس المتوسط وسكت. المتوسط وسكت يقصد بيه الطريقة الأولى الوسط الحسابي، لأن الوسط الهندسي لازم يقول لك الهندسي. دي ملاحظات مهمة جدا جدا، اكتبها ورايا. بافتراض إن السهم ألف تم تجزئته كام نقطة؟ هنقسم على كام؟ على 5. اعتمادا على إيه؟ عادي جدا، ركز بقى. عادي جدا يقول لك اعتمادا على أسعار الانتهاء. بس ده نادر يحصل، بس من الاخر انت هتمشي على اللي يكتبه. اعتمادا على سعر البدء هو السعر الجاري، اعتمادا على اسعار الجاريه تمام، اعتمادا على اسعار الانتهاء يا باشا هتتعامل على اسعار الانتهاء دي مش اسعار الجاريه دي، عادي جدا. فهتركز هو طالب منك اعتمادا على ايه. قلت لك في جميع التمارين بيديك الرقم الايه؟ تأشيري. اداهولك هنا كام؟ 100. بس احنا كده مش محتاجين اي حاجه تاني. يلا حضرتك بص احنا رايحين نعمل ايه بالظبط. ده حضرتك السهم ده بكام؟ وده
هنجمع دول، ادي الخطوه الاولى على عددهم كام؟ ادي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه على طول، احنا قلنا 4 خطوات، قلت لك مهما حاولت تغلط مش هتعرف تغلط. تم تجزئه السهم مين؟ يعني الباقي على وضعه الى كام؟ ادي يا عم الف 450 مهما كان اللي موجود ايه 1 إلى 5 إلى 5 اجزاء زي ما يكون، تقسم على 5 يبقى حضرتك السهم اصبح بكام؟ يبقى الخطوه الثانيه كلهم زي ما هم، بس بدل 450 كام؟ 90. فما فيش اي فرق. خلاص كده. تعالى يا فندم نشوف اهو. ركز معايا، خلي بالك بقى في الامتحان بعض النوتس اللي توفر عليك كتير. انا عارف ان انت بتستخدم آلة حاسبة كويس، بس لو سمحت هنا اجمع البسط وحط رقم، لانك هتحتاجه لوحده مش هتحتاج الاخير ده، فاهم قصدي؟ واجمع بسط الخطوه الثانيه ده لوحده لان عايزينه هو لوحده، فما ترجعش تاني تحسب بقى مره ثانيه، ما عندكش وقت. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى تعالى نشوف اهو. حضرتك بنحسب قبل التجزئه الخطوه الاولى لا تتغير وانت حر في كراسه الاجابه، ما تكتبليش قوانين، هات لي الاجابه على طول. ادي حضرتك خدناهم على عددهم، طلع عندي كام؟ 171 و6. لو سمحت لحد 7 8 علامات عشريه ما تقربش ابدا في الامتحان ده، لان الدكتور ده اللي بيدي عندي بورصه في خارجيه، مع الدكتور ده ما تقربش ابدا العلامات العشريه خالص، لحد 7 علامات، يعني علامه 6 7 8 7 لو سمحت سيبهم هنحتاجهم. ماشي كده؟ ده كله شرح لحضرتك مش عايزينه خالص. كل القصه ان ده بدل ما هو 450 كتبناه بكام؟ فاهمه يا دكتور، يعني لو طلع جنب ال6 ارقام ثانيه برضه يا فندم سيبيهم، هنحتاجهم عشان الرقم يطلع مظبوط معاكي في الامتحان. يبقى من الخطوه الثانيه ما عملناش حاجه غير ال 450 شلناها وحطينا كام؟ 90، لان هو ده اللي تم تجزئته فقط الى 5 اجزاء، وبالتالي طلع الرقم ده على ده طلع ب 99.6. الرقم الاول لا يساوي الرقم الثاني، فبنعمل ما يسمى المقام المعدل. بص بقى، جبنا ده 858 اهو، حطيناه فين في المقام اهو يا فندم. ده كده بسط الخطوه الثانيه على الاولى، ادي بسط الخطوه الثانيه اهو. فهمت عايزينه ايه؟ 498 على بسط الخطوه الاولى اللي هو قبل التجزئه في العدد 5، طلع عندي كام؟ 2.902. ما قربتش، طلع يطلع زي ما هو سيبه. الخطوه الرابعه والاخيره حضرتك بتجيب بسط الخطوه الثانيه. بص يا صاحبي، البسط ده متكرر معاك اهو، خد المانيوال البسيط ده، بمجرد ما تحل تمرين واحد مرتين الموضوع خلص 60 درجه. فاهم قصدي؟ العملي البسط ده استخدمناه ثاني اهو، بس لسه حاسبين احنا المقام الايه؟ المقام المعدل طلع بكام؟ اهو. فهمت قصدي؟ فجبناهم تحت بعض، طلع زي الخطوه الاولى بالظبط. فده انسب حاجه ان انت في اللجنه عارف ان اجابتك صح. الخطوه الاولى طلعت برده كام؟ 171.6، والخطوه الاخيره كام؟ 171.6. الرقم التأشيري يطلع نفس الرقم، لازم نفس الرقم. خلاص كده؟ الخطوه في المعطيات ادانا يا فندم الرقم التأشيري كام؟ 100. يبقى هناخد الرقم ده نضربه في 100، ادي قيمه المؤشر 17160. بس كده، ده اللي احنا شرحناه. لو في مشاكل قول لي. تمام؟ اسعار الانتهاء قلنا بنستخدمها في الوسط الهندسي. الوسط الهندسي بيتحل بطريقه سهله جدا. حضرتك بتجيب لي اسعار البدء، اسعار الانتهاء، وقلنا هنا البدء هو الجاري، وهنا حضرتك حاجه اسمها جمله التغير. خلي بالك بقى، الترجمه الحرفيه عندي ان عشان كل دفعه بتنساها ان كلمه جمله دي معناها 1 زائد. اوعى تنساها بقى، جمله معناها 1 زائد. وحضرتك بتجيب هنا اسعار ايه؟ البدء، وهنا الانتهاء، وادي الف ب البدء والانتهاء، ادي ب ج البدء والانتهاء. بنعمل ايه هنا بقى يا صاحبي؟ 1 زائد الانتهاء ناقص البدء على البدء، او الجديد ناقص القديم على القديم، زي ما حضرتك يحلو ليك. ففي النهايه بيطلع هنا، لو سمحت بقى استخدم اللي بقول لك عليه ده بشكل كروكي كده، ما تجمعش 1 زائد. يعني ناخد مثال. اولا كل المعطيات موجوده. بص يا صاحبي، كلمه جمله معناها ايه قلنا؟ اوعى تنساها هنا. كل الجمله يعني كله بيجيب التغيير، ما تنساش الواحد. ادي حضرتك القصه كلها في كلمه 1 زائد دي. ده بدء وده ايه؟ 410 ناقص ايه؟ على، وهنا 100 ناقص
110 على 118 ناقص 130 على 130. فهمت قصدي؟ جديد ناقص قديم على قديم. الطريقه العبيطه جدا ده التغير. جمله التغير تزود كام؟ واحد. لو سمحت ما تقولش واحد زائد كذا كذا كذا. يبقى اعمل دول الاول من فضلك واجمع عليهم كام؟ واحد. الحاجات دي بتوقعك في اللجنه، هتطلع ارقام ثانيه خالص. وبص الارقام عامله ازاي؟ فهمت قصدي؟ لو سمحت اعمل لي البسط والمقام ده، هتلاقي الدنيا سهله معاك. ده ناقص ده يطلع رقم، تمام. على ده طلع رقم، زود عليه واحد. حاجات النوتس بتاعت ثالثه رابع دي بتخلص معاك في اللجنه. ده الاول وزود واحد يطلع رقم. الخمس ارقام دول يا فندم زي ما هم هاتهم مضروبين تحت الجذر اهو. القانون بيقول، بس انا مش عايزك تحفظ قوانين، الجذر النوني لحاصل ضرب جمله التغير. فببساطه الارقام من غير كلاكيه، بص انت وشك كشر ازاي؟ من غير كلاكيه يا فندم. الارقام دي اخبطها تحت الجذر. والنون عدد الاسهم. هم كام سهم يا صاحبي؟ طب لو 4 يبقى اس كام؟ لو 6 اس كام؟ زي ما يكون يا صاحبي. وللمره الثانيه في مهارات الاله الحاسبه لو سمحت برضو اضرب لي دول الاول، ولما يطلع رقم هات لي الجذر اللي عامل كده اللي انت عارفه اللي هو فاضي، ودوس الجذر الخامس للرقم لا يطلع. فدي الخطوات اللي بتغلطك. لو دوست الجذر الخامس لكذا هيطلع لك الجذر الاول رقم، وهيضرب لك الجذر ده في تاني رقم كله وفي تاني رقم كله. اسمع مننا يعني في الاله الحاسبه بالذات ارجع تحت خالص ثانويه عامه. فكل الارقام اللي طلعت قدام حضرتك اضربها في بعض عادي جدا. طلع رقم هات له الجذر الخامس اللي هو عدد الاسهم، زي ما انا عامل كده بالظبط. احنا جبنا الجذر الخامس للرقم ده، طلع يا فندم رقم. سبحان الله في نفس التمرين لازم يطلع لحضرتك ايه؟ الرقم التأشيري. اقرا بقى كويس كده، اقرا بقى. احنا حلينا التالت كده. تقدير قيمه المتوسط حسب المتوسط الايه؟ اللي احنا بنستخدم فيه اسعار الايه؟ مفيش حد تاني بنستخدم فيه اسعار الانتهاء. يعني من الاخر اللي انت هتستخدمه في كل مره هتشطب عليه مش هتستخدمه تاني. وقال لك الرقم التأشيري كام هنا المره دي؟ قلت لك قد يكون كام؟ وقد يكون 1000. سهل جدا جدا. فالرقم اللي هيطلع لحضرتك من بعد ما خلصت قصه الجذر دي اهو يا فندم، رحنا ضاربينه في 1000 حسب الرقم التأشيري المعطى في جميع التمارين. طلع رقم المؤشر بتاعنا حسب المتوسط الهندسي. لحد هنا تمام؟ ناقص لنا حاجه واحده ما استخدمناهاش وهي عدد الاسهم. قصه عدد الاسهم احنا كده خلي بالك زي ما قلت لك بالطريقه السهله العبيطه، ده استخدمناه صح؟ وده كمان مش كده؟ ناقص ايه؟ عدد الاسهم. من الاخر كلمه عدد الاسهم انا عاوز اجيب انت معاك اسهم بكام كلهم. فالاولاني سعره كام؟ 450، عندنا منه 24000 سهم. خلاص؟ وده سعره 110 وعندنا منه 32000 سهم. مش كلهم بالالف؟ ما تخشش بيها قصه الاصفار. خلاص كده في 3 اصفار في الصندوق خليهم على جنب. فاهم قصدي؟ يعني هنا 24 على طول في 32 على طول زي ما يطلع. التمرين ده القانون بتاعه فيه 3 حاجات، 2 دايما موجودين وانت بتجيب الثالثه بس. افتكر كلامي ده كويس. الارقام القياسيه قانون عباره عن بسط ومقام ومضروب في حاجه. من الثلاثه 2 معطى لازم، يبقى انت راح تجيب حاجه واحده بس. خلاص؟ تعال نشوف. ادي حضرتك طريقه الارقام الايه؟ القياسيه. بس قبل ما نحل تعال نقرا مطلوب كويس. اقرا كده. قياس قيمه المؤشر وفقا للايه؟ للارقام الايه؟ القياسيه. لازم يديلك باستخدام انهي اسعار؟ ولازم هيقول لك، بيقول لك اهو عادي جدا. بافتراض ان قيمه الاساس كام مليون؟ ادي اول حاجه مديلك. والرقم التأشيري كام بقى؟ كده جاب ده كام حاجه؟ يبقى انت راح تجيب كام حاجه؟ حاجه واحده بس. اولا ده يا فندم لو حضرتك هتخش الاصفار ده ما اسموش كده، اسمه كده 5,800,000. ادي الحاجات العبيطه اللي بتوقعك. لو من غير اصفار 5.8 مليون. ده هو ده. فهمت حاجه؟ يعني لو هناك اصفار استخدمتها في الاله الحاسبه هتستخدم الرقم ده يا فندم، ده 5,800,000. بص انا باكد عليك على ايه؟ مش الموضوع خالص، الحاجات العبيطه اللي بتوقعك. اسمع مننا. فحضرتك ببساطه شديده جدا بعد ما قريت اهو وعرفت ان ده بكام وده بكام، هتروح حضرتك للارقام القياسيه. بص يا سيدي، ادي 5,800,000 صح؟ وقلت لك انه ايه؟ وده كمان كان ايه؟ احنا رايحين نحسب الرقم ده والطريقه خلصت. برضه مش عايزك تحفظ قوانين لان خلاص امتحانك MCQ.
انا عايزك حضرتك تعرف الطريقه العبيطه دي. انت اول سهم سعره كام وعندك منه، وتاني سهم سعره كام وعندك منه. من الاخر عمال اضرب السعر في الكميه بتاعت كل سهم، واللي بعده واللي بعده واللي بعده. ماشي؟ ادي السهم الثالث سعره ده وعدد اهو، سعره اهو وعدد اهو، طلع يا معلم اهو. طالما طلع معاك اصفار كده وانت مدخل الاصفار من البدايه، يبقى خلاص اسمها 5 مليون و800 الف. فهمت قصدي؟ يا الطيار الثلاثه دول مع الثلاثه دول زي الشاطر. فهمت حاجه؟ ماشي كده؟ يبقى خلاص يا باشا احنا هنستخدم الطريقه العبيطه علشان ما تغلطش وما عندكش فرصه للخطا. ادي يا فندم الرقم اللي احنا جبناه، حطه في البسط اللي هو الاسعار الجاريه، وادي اسعار سنه الاساس، وادي ال1000. اضرب طلع حضرتك قيمه المؤشر، ودي اسهل طريقه بالنسبه لي لان هم رقمين موجودين والرقم الثالث $. في اي مواطن مش فاهم ده؟ ده اول موضوع عملي كاملا وجاي ان شاء الله 100%. كل الارقام بقى اللي احنا عمالين نطلعها دي هي الام سي كيو بالنص. كل الارقام اللي احنا بنطلعها في الاخر دي بعد ما نستخدم القوانين هي الام سي كيو اللي جاي لك بالظبط. ده اول موضوع عملي. في اي مشاكل بالنسبه لك؟